السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحياة لقاء وفراق. كان لقاءنا بالمغرب والآن وقت الفراق. الحقيقة يا إخوان والله لا أجامل في ذلك البتة، إني أنا مذهول مما شاهدت، مبسوط جدا. شعب كانت معلوماتي عنه قليلة الحقيقة، أنا آسف، ومثلي مثل كثير من أهل الشرق ما كنت ملم كثيرا بالمغرب. بعرف اشياء منيحه وكويسه، بس اللي كنت اعرف فعليا لا، لما جيت هون تغيرت نظرتي تماما، سواء من ناحيه البلد كبلد وتقدم وحضاره، او الانسان الشعب المغربي يا اخوان يفوز فوزا عظيما. يمكن احنا يا اخوان في الشرق شوي بنحب نختصر على حالنا موضوع انه نطلع على المغرب وعلى ثقافه المغرب وعلى اهل المغرب من منطلق حاجز اللهجه، يعني فبنحاول نريح حالنا انه ليش اعمل مجهود. والله يا اخوان عندهم لهجه اولا تفوز وخفيف الدم وسهل فهمها، لان اللهجه الدارجه عندهم اللهجه الدارجه اللي الكل بيفهمها. الامر اللي صعقني انه هذا الشعب خفيف دم يا اخوان. انا امبارح جالس جلسه مع 3 مغاربه موتوني ضحك، موتوني، سقطت عن الطاوله من كثر الضحك يا اخوان. كاين عندكم خفه دم انا لا اعرفها، ما بعرفكم شعب خفيف دم بيموتوا ضحك، بيموتوا ضحك يا اخوان. غير انه كرم الضيافه وحسن الاستقبال يا اخوان. والله لو شعروا انك بس بدك اشي بس بدون ما تتكلم، شوف كيف بركضوا عليك ركض بحيث انك ما تطلب. اغدقوا علينا الكثير، اكرمونا كثيرا والله. شوف المغرب مثلا التطور. المغرب بلد كثير حلو. طلع مثلا انا قدامك ورب الكعبه هذا مثال امامك، هي انا في شارع، شوف البلد كم هي نظيفه. شوف هاي ملعب مولاي عبد الله، احد ملاعب كاس العالم، اجمل ملعب في القاره الافريقيه. يلا استلم. وغيره سيكون هناك ملاعب اخرى جاهزه للاستضافه، سواء في افريقيا القادمه في نهايه هذا العام او في كاس العالم 2030 يا اخوان. البلد تفوز بلد جميله، علما انه انا لا اعتبر شهاده المغرب الان. انا شو اللي شفت الرباط فقط، اللي شفته كله حتى الان هو الرباط وجزء بسيط من كازابلانكا الدار البيضاء. ما بالك المدن الاخرى الكبيره اللي بتوصلني رسائل منها من كل مكان. دخلت دورت شفت، طلعت كل مدينه لها طابعها الخاص وحضارتها وثقافتها وناسها ولهجتها حتى الخاصه بها. فانا وعدي لكم زي ما حكيت بالبوست اللي نزلته به، انه باذن الله تعالى الي عوده اخرى الى المغرب حتى اشوف المغرب اكثر. ما بكفيها المغرب، ما بكفيها، لا ما بكفيها. اما على صعيد كره القدم فهذا موضوع اخر تماما يا اخوان. انا سمعت عن الديربيات في حياتي، وكنت اعرف انه ديربي الرجاء والوداد هو ديربي مرعب ومخيف جدا، بس ان تسمع ليس كما ان ترى. انا ما حضرت الديربي، بس انا جلست مع الناس وسمعت القصص، سمعت اشياء مش طبيعيه يا اخوان. فعلا وصلت لقناعه انه هو اقوى ديربي في العالم. انا امبارح جالس مع واحد ودادي وواحد رجاوي يا اخوان، بضحك من كثر التعصب لفرقهم. بيموتوا على بعض، صديقين بيموتوا على بعض، بس عند كره القدم ابعد عني، ما بعرفك. عملت مقارنات، سالت طب لو لعب الرجاء معك الفرق مع الفريق الفلاني، او لعب مع انديه من خارج المغرب، او لعب مع كيانات معروف انها مكروهه، لا وربك عم اشجع العكس. لن الرجاوي لن يشجع الودادي، والودادي لن يشجع الرجاوي لو شو ما صار على جثته، ما راح يشجع. بعطيك مثال بسيط. تفضل. التيشيرت الاحمر الرجاوي مستحيل يلبسه. تيشيرت تيشيرت. بقول لي واحد مره ورب الكعبه، واحد بقول لي بشتغل في مطعم، كنت اشتغل في مطعم، بقول لي اجاني واحد رجاوي جلس بيقول لي السلطه ما بدي فيها ولا شيء احمر. تخيل. مش بقول لك هو الديربي الوحيد في الدنيا اللي بينقسم فيه الملعب نص، لانه هو نفس الملعب، بيشتركوا نفس الملعب، بينقسم فيه نص اخضر نص احمر. بقول لي مبخوت، بيقول لي المدينه نفسها يوم مباراه الديربي تنقسم المدينه في حاله استنفار. الممرات والاماكن اللي بيجوا منها جمهور الوداد غير اللي بيجوا منها جمهور الرجاء على الاطلاق. انا عشت هذا الواقع، بس يعني لازم تعيش هذا الشيء واقع. في التلفزيون مستحيل تشوف هذا الشيء، زين؟ مش طبيعي. وانا في طريقي الى مطار محمد الخامس في كازابلانكا الدار البيضاء للتوجه الى قطر، كان لابد أن أمر على مسجد الحسن الثاني. هذا الجامع يا إخوان واحد من أكبر المساجد في الدنيا، بل تصنيفه يقال أنه ثالث أكبر مسجد في العالم، يتسع لأكثر من 100,000 مصلي، 25,000 مصلي في الداخل وأكثر من 80,000 مصلي في الساحات الخارجية. هذه المئذنة هي ثاني أعلى مئذنة في العالم، وارتفاعها 210 متر، وعلى رأسها يوجد جهاز ليزر يوجه باتجاه مكة المكرمة. بسم الله ما شاء الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. بني في عام 1993. جامع الحسن الثاني في الدار البيضاء، اقرأوا عنه. محمد عدنان هو يوتيوبر ومحلل رياضي أردني من أصول فلسطينية.
يعتبر من أبرز صناع المحتوى الرياضي في العالم العربي. يقيم حاليا في قطر، وقد بدأ مسيرته في مجال الإعلام الرياضي بعد عمله مع قناة بي إن سبورت القطرية، ثم انتقل إلى تقديم محتوى مستقل عبر منصات التواصل الاجتماعي. يتميز محمد عدنان بأسلوبه الحماسي والمباشر في تقديم التحليلات الرياضية، حيث يقدم محتوى متنوعا يشمل تحليلات فنية، مقارنات بين اللاعبين، وتغطيات لأبرز المباريات، كما يعرف بقدرته على تبسيط المعلومات وتقديمها بشكل مشوق، مما يجذب جمهورا واسعا من عشاق كرة القدم في المنطقة العربية. يمتلك محمد عدنان حضورا قويا على منصات التواصل الاجتماعي، حيث يتابع قناته على يوتيوب ملايين المشتركين، ويتابعه على إنستغرام عدد كبير من المتابعين، كما حصل على عدة جوائز تقديرا لإبداعه في